وعن النهارده يا جماعه واحده متزوجه، جوزها لعب بديله، وهي بعتت للبرنامج محتاجه يعني راينا، يعني واقعه كده في نصيحه، في مشوره، يعني تعمل ايه. وهي ماشيه بمبدا خيانه تفوت ولا حد يموت. يعني قالت لي ما تقوليش اسيبه. انا بفكر ارفع عليها سماعه التليفون، اديها كلمتين في عضمها، ايه وان، واقول لها ان انا عرفت، وهددها واقول لها هخليه يعمل ويسوي وبتاع ومش عارفه ايه، او مثلا اكلمها اقول لها عيوبه فهي تخاف تتكل على الله. ولو سمحتي ما تقوليش اسيبه، انا ما هكمل، انا عايزه اكمل، انا خلاص هو علاقه كده عابره خلاص وخلاص، وانا انا عايزاه يسيبها. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ فانا بمشي معاكم بدماغكم، يعني اللي عايزه ايه كده انا بقول لها تعمل ايه، لو عايزه، لو انا في مكانك ولو انا في مكانك هنا، فانا يعني هطلع بره دماغي، لان انا مستحيل اكمل مع راجل خني، لو روحي فيه عمري ما هكمل. يعني خد يا عم روحي، خد انفاسي الاخيره، بس انا ما اكملش مع راجل خاين، ولا تغاضى ولا اعمل نفسي مش شايفه ومش سامعه. لكن انا دلوقتي هعمل ايه؟ زي ما بيقولوا كده بالانجليزي I'll put my feet in your shoes او in your shoe، يعني هحط رجلي في جزمتك. لو انا النهارده شايفه ان جوزي لعب بديله وانا عايزه اكمل، اول حاجه لازم اعملها التجاهل. لا اعرفها ان انا عرفت ولا اعرفه ان انا عرفت. لو كلمتها ورفعت عليها سماعه التليفون هتعرف انها نجحت، انها تشككني في نفسي، وانها تهز البيت، وانها عرفت تدخل حياتي. لو انا قلت لها ان انا عارفه، انا بعرفها انها عرفت تدخل حياتي، بل بالعكس دي ممكن تشبط اكتر، لانه هتمشي بمبدا ما هو لو كان في خير ما كان رمى الطير، امال انت مكمله معاه ليه يا حبيبتي طالما هو وحش قوي كده؟ ولو اديتها كلمتين في عضمها فده معناه ان انا بقول لها ان احنا تات اتات. يعني ايه تات اتات؟ يعني احنا الرؤوس اتساوت، وانا بكلمك علشان اديكي كلمتين في عضمك عشان تبعدي عن جوزي، انا جوزي لوحدي انا، فيبقى احنا ايه اللي متشاركين فيه. فلا يا ماما ما بنعملش كده، لا يا حبيبتي بنتجاهل. لو انت عايزه تكبري دماغك بنتجاهل. وطول ما الراجل عارف ان مراته او الست بتاعته مش عارفه ان هو بيلعب بديله، بيخاف منها، بيعمل لها هيبه، بيخاف على زعلها، بيفكر يعوضها ازاي على المصيبه السوداء اللي هو عاملها بره. لكن لو انت النهارده يا حبيبتي رحتي قلتي ان انا على فكره انا عرفت ان انت خنتني، ها وبعدين انت لازم تطلقي، لازم يبقى يبان لنا كرامه. طب انت مش عايزه تطلقي، فما ينفعش انه يعرف ان انا عرفت، ما ينفعش، عشان يفضل ايه كده مش عارف يثبت على حاجه. وبعدين فكره ان الست تقول للراجل انا عرفت ان انت خنتني مع فلانه الفلانيه اليوم الفلاني واليوم العلاني، طيب متجوزه، خاطبها، متصاحبين، ها وريني بقى تشقلبي كده وريني نفسك. ولو انت سكتي وما اتكلمتيش وما بينتكيش اماره وكرامه، يحصل ايه؟ يعرف ان انت عادي هتسامحي النهارده ويخونك بكره وعادي. فلا يا ماما احنا ما بنعملش كده. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا لو انت عايزه تكملي معاه وتعتبري انها نزوه خلاص، احنا بنتحول في الشكل، بنتحول في الاسلوب، وهنمشيها انه ده ازمه منتصف العمر، او انه عايز يكسر الملل، او الحاجات اللي هما بيقولوها دي اللي انا اساسا ايه يعني ما بقتنعش بيها، بيقولوها بيشربوا ميتها. و مش هتكتمي على نفسه. الواحد وهو ماشي قدام فاترينا بيشوف اللبس من بره بشكل، ولما بيدخل يقيسه ويدفع ثمنه وياخده ويمشي بيشوفه بشكل تاني. فخليكي الفستان اللي هو موجود في الفاترينا ومش قادر على ثمن، مش قادر يجيبه، ما تعمليش العكس، مش تقربي قوي لانه هنا كل ما انت
حتى زي ما بيقولوا هتحرقي بنزين. هو اتخنقت، راح لها خنقتني، بتكلمني كل شويه، ست نكديه، وانت طبعا هتتعصبي لان هو بيخونك، ها، مسببه لي ضغط. فهي تقول له طب تعالى يا حبيبي، انا اعمل لك النهارده عشاء، تعالى يا حبيبي اعزمك على العشاء، تحب تدخل سينما، طب روق يا روحي، معلش بنستحمل عشان خاطر الولاد. فهي تبقى اللي بتطبطب وحضرتك اللي بتطفشي. حطيها هي تحت الضغط، معامله لذيذه، دلع، شياكه، حب، لذاذه، رقص، تعالى ننزل ندخل سينما، تودي عيالك عند مامتك، عند حماتك، توطدي علاقتك بحماتك، تدلعي عليه بشكل زيادة، وما تكتميش على نفسه وما تراقبيهوش وانت كنت فين ورايح فين، ولا غمز ولا لمس. فيبتدي هو ضميره ينقح عليه ويقول لك ايه، ما هي كويسة معايا، ما هي مراتي، ما هي حبيبتي، دي عشرة عمري، دي اللي شالتك يا واد، دي اللي وقفت جنبك، لا دي التانية مش عارفة ايه. والتانية كل ما هتعرف ان انتوا كويسين مع بعض انت كده بتحطيها تحت ضغط، فهتبتدي تعمل ايه، زي ما بيقولوا تفلفص، عارفين اللي هي بيبقى غرقان في البحر وبيضبش كده، هتضبش. جرى ايه بكلمك ما بتردش عليا، هي مش انت اللي تعملي كده. انت مش اتفقت معايا ان انت النهارده هتدخلني السينما؟ خدتها بقى ودخلت بيها السينما. الله، طب ما هي مراتك كويسه اهي، ها. بيقولوا كده خلاص. حبيبي انا مثلا نازله خارجه، تعالى عدي عليا. تبقي انت عارفه ان مثلا ان هو هيعدي عليها، تعملي يوم شمع وشموع ورومانسيه وتقعدي تدلعي عليه لحد ما يقعد، فيديها بومبا، فهي تتفرس، فتبتدي تنكد عليه عيشته، فتبقى هي الست النكديه وانت الست الكويسه، فيديها بومبا ويخلع، والف مبروك للعروسين. ده طبعا في حاله انا لو لا قدر الله حطيت نفسي مكانك وقررت ان انا اسامحه واقول عليها انها نزوه. التعامل مع الراجل اللي خني او بيلعب بديله مع فكرة ان انا عايزة اكمل بتبقى صعبة، وبتيجي على القلب والاعصاب والروح. وعارفة اللي انا بقوله ده مش كلام في الهوا، دي هتوجع وهتعيطي وهتكلمي صاحبتك لحد الساعة 3 4 الصبح وتقول لها الحقيني وانا مش عارفة امسك نفسي ومش عارفة اعمل كنترول وعايزة اديله بالبوكس في وشه وعايزة اجيبها من شعرها وهتتجنني. لكن اذا كان اختيارك انك تكملي فلازم تكملي بالشكل ده، لان اي حاجة تانية هتخسرك جوزك وهتخسرك حياتك وهتخسرك نفسك وانت عايزة تكملي معاه. وده رأيي، وبمنتهى الأمانة وبخبرة ناس حواليا أو ناس أعرفهم ستات عملوا كده ونجحت نجحت نجحت. ومهما تستفزك أو تبعتلك في ناس تديكي الخبر أو تقولك إن جوزك في الحتة الفلانية أو صور أو رسايل أو مسجات أو أي حاجة، أنا معرفش. قلتي عرفتي خط، لو سبق هيخونك مع غيرها. وده رأيي في منتهى الأمانة.